خدت ادويه كتير وعملت علاج طبيعي كتير ومفيش اي نتيجه، فيأست وقررت تعمل عمليه او تعايشت خلاص مع الالم وقفلت صفحه العلاج الطبيعي. استنى، انا جاي اقول لك ما تقفلش الصفحه، شوف الفيديو للاخر عشان في الاغلب ده هيخليك تغير رأيك. في كذا سبب ممكن يخلي اللي قلناه ده يحصل: انك ما التزمتش بالعلاج الطبيعي بشكل كافي، او انك ما اديتش فرصه لجسمك ان هو يرتاح بشكل كافي، او ان العلاج الطبيعي اللي انت عملته كان علاج طبيعي تقليدي او غير مناسب لحالتك، وده في الاغلب هو اللي منتشر وبتكون نتائجه ضعيفه وعلى المدى القصير، او ان انت فعلا محتاج جراحه. وهنا لازم نقول ان الحالات اللي تكون محتاجه جراحه بتكون فقط حالات سيلكتد وبمواصفات معينه. احنا جايين النهارده عشان نقول لك ان العلاج الطبيعي مش زي زمان، الابحاث والتكنولوجيا غيرت كل حاجه. الفيديو ده هنتكلم فيه عن الفرق بين العلاج الطبيعي التقليدي والعلاج الطبيعي الحديث. العلاج الطبيعي التقليدي ده شكل جلسته عامل ازاي؟ بص، بيكون عباره عن جهاز كهرباء وتمرينين بيتعملوا لكل الحالات ولمبه حمراء وجهاز مساج، وممكن يكون فيه 5 او 10 دقائق مساج. طيب ميزته ايه؟ بيريح الالم شويه، تكلفته بتكون قليله نسبيا لان الدكتور مش بيقعد وقت طويل مع الحاله، لانه ممكن في الاغلب بيركب معاها جهاز او حاجه بيقدر يباشر حالات تانية. وكمان لان الاجهزه المستخدمه بتكون في الاغلب اجهزه منزليه وتكلفه صيانتها وتكلفتها اصلا بتكون قليله. عيوبه: بيسكن مش بيعالج، وقت اطول تحقيق نتائج مع الحالات البسيطه، وغير فعال اساسا مع الحالات المعقده او الحالات اللي هي مش بسيطه. العلاج الطبيعي الحديث يعني ايه حديث؟ يعني كل يوم في اجهزه وادوات وطرق فحص يدوي وطرق فحص حركي بتظهر جديد، في طرق علاج يدوي كل يوم بتظهر جديد، في اجهزه علاجيه اكثر تاثيرا بتظهر يوميا زي الابتكار، زي الشوك ويف، زي الليزر، زي المagnetic، زي شد الفقرات، زي اجهزه تانية كتير. الابحاث اللي بتتعمل كل يوم بتقول لنا كل حاله افضل طريقه نقدر نعملها معاها ايه عشان نحقق معاها افضل نتيجه في اسرع وقت. يعني بتقول لنا ايه افضل طرق العلاج اليدوي اللي ممكن نستخدمه مع الحاله دي، بتقول لنا ايه افضل الاجهزه الحديثه اللي ممكن استخدمها مع الحاله دي، بتقول لنا ايه افضل طرق التاهيل الحركي او ايه التمارين اللي المفروض نعملها مع كل حاله عشان نجيب معاها اسرع نتيجه في اسرع وقت. الابحاث برضو بتقول لنا امتى اقول لك تقدر ترجع شغلك او ترجع لرياضتك عشان ما يجيلكش اصابه تاني. عارف اكتر حاجه بتميز العلاج اليدوي والحديث دي هي ايه؟ ان احنا بنحط حاجه اسمها مؤشرات تحسن عشان نعرف من خلالها ان انت بتتحسن. ضمن مؤشرات التحسن دي درجه الالم اللي عندك. بس الموضوع مش مقتصر على ده، لان ممكن الالم بتاعك يخف تماما بس المشكله تفضل موجوده. مؤشرات التحسن دي بتشمل كل الاختبارات والتقييمات الحركيه وكل حاجه احنا عملناها في التقييم اللي عملناه حاله في بدايه العلاج، عشان نقدر كل جلسه نشوف في تحسن ولا لا. لازم نحط مؤشرات التحسن دي عشان تكون في ايدنا حاجه ملموسه نقدر نعرف من خلالها قد ايه انت اتحسنت. والمبهر ان كل جلسه بيكون يعني ببساطه هنا مفيش مؤشرات تحسن، هنا مؤشرات التحسن هي الاساس، هنا ادوات بسيطه انما هنا اجهزه متقدمه، هنا مساحه اقل للعلاج اليدوي وطرق تقليديه انما هنا العلاج اليدوي هو الاساس وطرق جديده، هنا وقت اطول للعلاج ونتائج بطيئه، هنا وقت علاج اقل بنتائج سريعه، هنا التكلفه اقل نسبيا، هنا التكلفه ممكن تبقى اعلى نسبيا. نقطه التكلفه دي بالنسبه لنا احنا بنراعيها عشان طبعا الظروف الاقتصاديه اللي كلنا بنمر بيها حاليا، بنحاول دايما ان احنا نتحمل جزء كبير من التكلفه عشان نقدر نقدم خدمه علاجيه مميزه تليق بالمريض بتاعنا من غير ما نكلفه. بص، مفيش حاجه ملهاش علاج، بس في حاجات ما اتشخصتش صح او ما اتعالجتش صح. لو مش هنعالجك احنا اكيد هنوجهك. لو عندك اي استشاره سيب لنا كومنت وقول لنا واحنا اكيد هنساعدك. سيب لنا كمان كومنت وقول لنا تجربتك مع العلاج الطبيعي، وقول لنا بقى العلاج الطبيعي اللي انت عملته كان تقليدي ولا حديث. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للفيديو، سبسكرايب للشانل بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه.